حبايب تيتا ميمي، هحكي لكم على المنتجة الكبيرة ناية فريد شوقي. حبايب تيتا، اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حكاوي ونصايح تيتا ميمي. هي توفت في عمر 72 سنة، وهي بنت وحش الشاشة وملكة ترسو الفنان القدير فريد شوقي. وهو كان ليه 5 بنات، ومنهم المنتجة ناهد فريد شوقي واختها رانيا فريد شوقي اللي اشتغلوا في الفن، وترك لبناته ال5 تسجيل صوتي ويفتحوه بعد وفاته. وكان بيوصيهم ويقول لهم إن أمنيته إنهم يفضلوا أحباب. وأمها هي الفنانة هدى سلطان اللي كلنا حبينا دورها في مسلسل فاطمة علبة وغيرها. والفنانة هدى سلطان هي أخت الفنان محمد فوزي اللي ما كانش موافق خالص بشغلها في التمثيل ولا الغنى. والفنانة ناهد فريد شوقي دخلت الفن من باب الإنتاج، وعملت شركة إنتاج باسمها، وأنتجت أفلام ومسلسلات ليها بصمة في عالم الفن، ومنها فيلم لا تبكي يا حبيبي، وفيلم هستيريا، وفيلم من نظرة عين، والمسلسلات الجميلة اللي كلنا بنسمعها لعند دلوقتي، وهو مسلسل لنا عيش في جلباب أبي، ومسلسل حديث الصباح والمساء، ونونا الشعنونة. وناهد فريد شوقي اتجوزت مرتين، وخلفت ولدين وبنت، وخلفت ولد من جوزها الأول، واتجوز ابنها من سوسن بدر اللي كانت وقتها صاحبة مامته. وبعدها ب5 سنين اتطلقوا، وبعدها اتجوز دانيال بحيري وخلفوا بنت. وبعدها توفى في حادث سيارة بشع وهو كان عنده 44 سنة الله يرحمه. أما عن بنتها فهي الفنانة ناهد السباعي، وهي كانت متعلقة خالص بوالدتها وبتحبها خالص، وهي مرتبطة بمامتها خالص. وهي كانت بتقول أنا مريضة بمامي، وإنهم بيخافوا على صورهم من الحسد وهم بيناموا جنب بعض. لدرجة بتحكي عن يوم فرحها بتقول لمامتها إنها مش رايحة الفرح، فقالت لها يلا حبيبتي نمشي، وما حضرتش الفرح. بس ناهد السباعي ما حضرتش جنازة أمها ناهد فريد شوقي، والكل فضل يقول إيه السبب. وهي كانت في لبنان بتعمل مسلسل جديد نقطة سودا مع الممثل أحمد فهمي، وما لقيتش حجز في المطار، ما قدرتش تيجي تحضر جنازة أمها. وكتبت نعي على صفحتها بتقول وداعا للفريدة، وداعا للهانم، سبتيني لوحدي أوي يا ماما، مفيش حاجة ليها معنى من غيرك، انت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي. اللهم اغفر لأمي وارحمها، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقالت على ميعاد العزاء. أما عن الفنانة رانيا فريد شوقي أخت المنتجة ناهد فريد شوقي، كانت حزينة جدا على أختها، وكانت في انهيار وبكاء شديد في جنازة أختها، وكتير من الفنانين راحوا العزاء عشان يعزوها. وقالت رانيا فريد شوقي وصيتها هي إن ما يعملوش عزاء ليها يوم وفاتها، علشان بتقول إن رزق العزاء أصبحت زي النادي ما فيهاش التزام ولا أخذ هذا من حكمة الموت، وخصوصا الموت المفاجئ. وأكدت على عائلتها وأصدقائها بأنهم ينفذوا الوصية. واتكلمت وحكت عن والدها الفنان فريد شوقي، وكانت بتقول له وهي حامل أنت عايز ربنا يديني ولد ولا بنت؟ فقال لها أنا عايز بنت. ولما ولدت البنت كان الفنان فريد شوقي توفى، فأخذت البنت بعد ما خرجت من مستشفى وزارة أفرو يتفرحوا إنها جابت بنت زي ما كان عايز، وسمتها فريدة على اسمه. وأول من أعلن خبر وفاة الفنانة ناهد فريد شوقي هي الفنانة آية سماحة زوجة ابنها، وقالت عن وفاة الفنانة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي توفت اليوم التانية. أما عن داليا البحيري فحضرت العزاء هي وبنتها، وكانت حزينة جدا هي وبنتها. وكانت بنت الفنانة داليا البحيري جاية من المدرسة لتحضر جنازة جدتها. ونصيحتي ليكم حبايبي إن مفيش أحسن من إن أقول لكم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وندعي لها ربنا يرحمها ويغفر ليها ويصبر أهلها ويعطيهم الصبر والسلوان. وإن عجبكم الفيديو يا حبايبي اشتركوا في قناتي واعملوا شير ولايك عشان يوصل لكم كل جديد من حكاوي ونصايح تيتا ميمي.